دي صوابع باف بيستري محشية بالكاسترد ومتغرقة بالشوكولاتة، بس إيه حدوتة. أول حاجة عندي عجينة الباف بيستري، نبدأ نرش عليها رشة دقيق كده ونبدأ نفردها زي البيتزا بالظبط وعلى الهادي خالص لحد ما نفردها بالشكل ده. نبدأ بقى بالقطاعة بتاعة البيتزا، نبدأ نشيل منها الأطراف عشان أهم من الشغل ظبط الشغل، والعجينة اللي احنا هنشيلها دي هنلمها على جنب ونبدأ نفردها تاني. احنا في المطبخ ما بنرميش حاجة. بعد كده بنفس القطاعة نبدأ نقطعها بالشكل ده. أظن لحد دلوقتي الدنيا سهلة وبسيطة. هات الرول الرايق ده اللي احنا بنلف بيه الكنافة، أنا الصراحة مش فاكر اسمه بس أنا جايبه من عندي بتاع الحلواني. أنت خد صورته ووريهوله هيعرف يجيبهولك بالظبط. نبدأ بقى نلفه كده على شكل الكونو بتاع الآيس كريم. والله الواد حدوتة مدلعكم. لما تخلص الكمية كلها صينية تدخل الفرن تحط فيها ورق زبدة ونبدأ نرص الباف بيست كده رص الجاتوه يا بتوع البلاتو، وعلى الوش نديها رشة زيت حلوة وسخن الفرن على 180 20 دقيقة وعينك عليها. ويلا بينا بقى نعمل أحلى كاسترد في حلة واحدة. عندي كوباية لبن ومعلقتين من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة، ومعلقتين من الكاسترد، وقلب كل ده على البارد. بعد كده ولع النار وعلى نار هادية كده وانت بتقلب لحد ما يتقل معاك بالشكل ده. دي أسهل طريقة تعمل بيها الكاسترد في البيت، والنبي الواد حدوتة مروق عليكم. هنسيبه على جنب يبرد تماما، وهات بقى الباف بيستري كده من الفرن تبدأ تشيله كده بكل سهولة. احنا على فكرة يا جماعة ماشيين مع بعض خطوة خطوة والدنيا سهلة وبسيطة، الأكل فن مش عنا عن. بعد كده تحط الكاسترد في كيس تلاجة وتبدأ تحشيه المكان اللي احنا فضيناه ده. يا لهوي يا دي يا حدوتة على الحلاوة والدلع. على الوش ممكن تحط أي صوص أنت تحبه، شوكليت كراميل لوتس فستق. بص من الآخر أكلتك ودلعها. أنا حطيت شوية مارشميلو وشوية صوص شوكولاتة كده ودلعت نفسي. أنا كده خلصت حلقة النهاردة، يا رب أكون قدرت أقدم لكم حاجة تعجبكم. اعمل سيف للحلقة دي واعمل منشن لأي حد من صحابك بيحب الحلويات السهلة في البيت. سلام.